بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن تفريز وتخزين البنجر، وكمان هنعرف الفوائد بتاعته وازاي تقدري تشتري البنجر اللي يكون معاكي كده، تكون صبحة وكويسة معاكي. اول حاجة بيبقى متوفر في الايام دي كده في السوق، تجيبي الكمية اللي هتنفع معاكي تخزنيها طول السنة. بعد كده بنبتدي ان احنا نغسلها غسلة كويسة وننقعها في قلب المية. اهم حاجه ما تيجي تشتريها تجيبي اللي هي تكون وزنها كبير وتكون تقيله، يعني ما تمسكي كده الواحده تحسي ان هي تقيله معاكي، وتكون العروق بتاعتها والاوراق بتاعتها تكون معاكي خضره عشان تعرفي ان هي كده صبحه، ودي هتكون من نوعيه اللي هي كويسه. اول حاجه بشيل الجزئيه بتاعتها اللي هي من فوق، وبعد كده ببتدي ان انا اشيل القطعيه اللي هي موجوده من تحت. احنا كمان مش هنقشر هنا البنجر خالص، لا، هنبتدي ان احنا كده نقطعه على طول. بتبتدي تقطعيه التقطيعه اللي انتي حباها، يعني أنا مثلًا هاقطّع دواير زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي أو حلقات، ولو حبيتِ أنتِ تقطّعي السمك أتخن شوية من كده، ده على حسب راحتِك. يعني أنا هنا مقطّعاها حلقات، عارفة إن أنا هاقدر أستخدمها في العصاير أو هاستخدمها في السلطة اللي أنا عايزاها. كل واحد عارف التقطيعة بتاعته بالظبط، يبقى انت هنا التقطيعة دي على حسب مزاجك. عايزة تعملي جزء مثلا للسلطات يبقى يعني بتقطيعة معينة على حسب راحتك، وتبقي كاتبة عليه، وعامة هي كلها مش هتفرق. هبتدي اقولك دلوقتي هتستخدميه في ايه وبعض النصايح وهو مفيد لايه، قبل ما اعمل طريقة التفريز بتاعتنا. اول حاجة عايزة اقولك ان البنجر او الشمندر بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، دي أهم حاجة لازم نعرفها. كمان هو بيحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ب 6 وفيتامين سي. يعتبر البنجر أو الشمندر مضاد للالتهاب، وهو بيعمل على تخفيف الالتهاب للمرضى اللي عندهم خشونة المفاصل، بيعمل على توسيع الأوعية الدموية وعلى ارتخائها، وكمان بيقلل ضغط الدم. كمان هنا بنقول إن الشمندر بيقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو بيقلل أيضا من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية. البنجر غني بالألياف، والألياف المفيدة جدا لصحة الجهاز الهضمي، وهو بيقلل الإمساك. كما إن الشمندر بيعزز نمو البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وده بيكون إيجابي على صحة الجهاز الهضمي. البنجر مفيد لتخفيف آلام الدورة الشهرية. بالنسبة بقى لاستعمالات البنجر، اقدر ان احنا اكله مسلوق او مشوي او ادخله في السلطات، او ممكن ان انا ادخله في العصاير. طيب لو انا حبيت مثلا اعمل عصير، ممكن اعمل عصير الرمان بالبنجر، بيبقى جميل جدا. كمان اقدر اعمل عصير البطيخ واحط عليه برضو شريحة البنجر، بردك بيدي طعم جميل جدا. تقدري تدخليه في العصاير اللي تبقى مايلة للاحمرار، ولو تحطي شريحة من البنجر بيعزز اللون كمان وبيدي لون حلو معاكي. اقدر كمان ادخله في جميع السلطات اللي انا اقدر اعملها، ومن احلى السلطات اللي تقدري تعمليها. كمان بيعملوه كمان مخلل، كمان تقدري كمان ان انت تعمليه في الصلصات بتاعتك اللي بتخزنيها، سواء تعملي صلصة او كاتشب، هتعملي صلصات لمكرونات لطبيخ. يعني لو هتضربي كده شفشق طماطم، تحطي فيه شريحة من البنجر وتضربيها، هتخلي لك اللون بتاعها لما تتسبك فيه منتهى الجمال. تقدري لو عاملة كمية من الصلصة كتير وما ضربتيش مثلا في الخلاط شريحة البنجر، تقدري تحطيها وهي بتتسبك، هتديكي لون حلو قوي قوي قوي. يبقى هنا بنستغنى عن الصلصات اللي احنا بنشتريها عشان تعزز لنا لون الطماطم اللي احنا بنعملها. تقدري تدخليها في اي استخدامات انت عايزاها. وعلى فكرة انا كنت عاملة صلصال ولونت العجينة بالبنجر، ويدي لون حلو قوي للبنجر. دلوقتي بقى هنشوف طريقة تفريز وتخزين البنجر من السنة للسنة. هجيب كيس من اكياس التلاجة اللي بندخلها في قلب التلاجة، وهبتدي ان انا احط فيها شرايح البنجر. بتحطي الكمية المناسبة، يعني انا مثلا لو معايا الكمية دي هيكفوا على كيسين، بعملهم على كيسين. لو هيكفوا على 3 اكياس على حسب ما انت حاطه. بصوا انا حطيت كمية هي نص الكمية في قلب الكيس، وهجيب الكيس التاني وهعمل بردك نفس الحكاية. برص كده رص عشوائي زي ما انتوا شايفين، يعني ما بحطش بقى بالترتيب ولا اي حاجة خالص. ببتدي ان انا كده احط بيه
بعد بقى كده ما عبيت الكيس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، هبتدي ان انا اقفل الكيس، بتني الكيس كده من ورا، وباي بقى شريط لاصق ببتدي ان انا الزق الكيس واحطه بقى في التلاجة لمده يوم، عشان نشوف هو هيبقى عامل ازاي وهقدر ان انا اطلعه كده بعد ما اتفرز معايا كده لمده يوم. شايفينه بقى عامل ازاي؟ عايزه اوريك ان هو كل واحده هتخرج كده لوحديها، يعني لو انا حبيت اخد شريحه واحده هتطلع معاكي بكل سهوله، بس انا هطلع الكميه بقى كلها عشان نشوف مع بعض. بصوا انا كده طلعت اهو من قلب الفريزر. شايفين بقى يا جماعه، مجرد ان انا بطلع الواحده بتطلع الواحده من وحدتها بكل سهوله. يعني معنى كده لو انا محتاجه شريحه واحده من البنجر، يبقى انا هاخد كده شريحه واحده بس من البنجر. عايزه اتنين هاخد اتنين. بصوا يعني شايفين مفيش حاجه متماسكه اهي ولا لازقه فيه ولا لقيت حاجه خالص. طبعا انا هرجع تاني ده كده في الكيس واحطه تاني في قلب الفريزر، وهبتدي اخد على قد استعمالي بالظبط. هنا انا ما فقدتش القيمه الغذائيه. في ناس بقى بتقعد تسلقه وتعمله، طبعا ده كله كده غلط، ان انت بتفقدي القيمه بتاعته. وده كان الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.